من الناس اللي تستعمل الكليماتيزور ما تعرفش الأخطار الحقيقية تاع الغازات اللي تخدم بيها. وانتي تعرف الفرق بين الاير 22 والاير 32؟ هيا نشوفوا مع بعضنا الفرق. نبداو بالاير 22. جي دبليو بي متاعو عالي برشا، يعني قدرة الاحترار العالمي عالي برشا، يضر بالأوزون، يخدم كان بالزيت مينيرال وضغوطه التشغيلية ضعيفة. نتعداو للاير 32. جي دبليو بي أقل، ما يضرش الأوزون، يخدم بزيت POE، يستهلك أقل كهرباء وكمية الغاز ناقصة ب60%. ضغط عالي، حرارة الكمبرسور تطلع، وزيد عنده قابلية خفيفة للاشتعال. مع المشاكل هذه الكل طبيعي نتسائلوا فما حل يعطي نفس الأداء من غير مخاطر؟ الحل موجود، حل ذكي، إيكو 22 إيكو 32، بدائل طبيعية 100%. الإير 22 والإير 32 صديقة للبيئة وما تلوثش، استهلاك كهرباء أقل، ضغط أخف على الكمبرسور، أداء تبريد قوي وثابت، كذلك أقل تكلفة وأكثر أمان. بعد ما عرفت الفرق تبدل للغازات الطبيعية وإلا تفضل تبقى في النظام القديم؟ اكتب رأيك في الكومنتير واعمل بارتاج باش غيرك يستفيد، وتابعنا لكل جديد من إيكو فريز.